حبايب قلب ام امل، عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم نيابه عن ماما عشان عندها برد وصوتها راح. ماما النهارده هتعمل لكم جلاش وبانيه. هنا ماما هتضرب البصل في الكبه عشان خاطر تعمل بيه العصاج بتاع اللحمه. حطينا عليه معلقتين سمنه وحبه ملح، ولعت عليه وسابته على النار. وهنا جابت اللحمه بتاعتها زي ما انتم شايفين، جايباها من الجزار كامله، مش بتحب تجيب لحمه مفرومه من بره. وضربتها في الكبه بتاعتها. اللحمه طلعت ناعمه هي زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى تتبيلة البانيه. جبنا البصل وحطت قرن فلفل اخضر، ولو في احمر ممكن تحطي عادي. حطت فلفل اسود، بابريكا، ملح، ورق لوري، تمام. وحطت طماطمايه، وهتضرب كل الخليط ده مع بعضه في الكبة. وهتكون غاسلة البانيه بتاعها كويس جدا، وهتتبله بيه كويس زي ما انتوا شايفين. هتغطيه بستريتش وتسيبه في التلاجة على بال ما تخلص الرقاق. هنا البصلة بتاعت عصاج اللحمة بعد ما خدت اللون الذهبي نزلت باللحمة ومعلقة فلفل اسود. وهنا الجلاش بعد ما دهنا الصينية هنحط 4 رقات من تحت جلاش او 5 و4 من فوق. هنحط ما بين كل راق وراق بندهنه سمنة كويس عشان يطلع مورق. بعد ما حطيت 4 تحت او 5 وحطت اللحمة في النص وكملت، بنقطع الجلاش. وحطت كوباية فيها بيضة ولبن ومعلقة فلفل اسود، وضربتهم مع بعض كويس جدا، وحطيتهم على وش الرقاق وسويتهم ودخلته الفرن. هنا بقى البانيه بعد ما طلعته من التتبيله حطيته في الدقيق وحطيته يتحمر. شكل الجلاش يا جماعه بعد ما طلع بسم الله ما شاء الله. وادي البانيه، ادعوا لماما بالشفاء.